السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل بقى مع بعض ان شاء الله كده اكلة بقى من اكلات رمضان الجميلة ديت، اللي هي ايه بتفتح النفس وبتبقى حلوة قوي. محشي ورق عنب مع مع لحمة متحمرة في الفرن كده بالخضار، كمان وصينية الجلاش باللحمة المفرومة المعصجة. حكاية والطريقة جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. اللي أول مرة بقى يشوف القناة يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونخش نشوف المكونات والطريقة. قلنا بقى نعمل أول حاجة ايه، نسلق اللحمة. جبت حلة كبيرة على قد الكمية اللي انت ايه هتعمليها، حطيت 3/4 مية، ولما غليت نزلت بكمية اللحمة ايه اللي احنا هنسلقها كده مع بعض. يعني ايه الكمية اللي انت عايزاها، تكون الحلة بتاعتك كده أكبر منها شوية عشان تاخد مساحة كده ايه في الغليان. خلاص كده بقى ننزل باللحمة كلها. وبعد كده هنعمل ايه بقى، طلعت ريم، طبعا الريم ده ما تسيبوش عشان بيسود اللحمه وبيسود ايه الحله اللي انت بتسلقي فيها. طلعيه بقى كده هو واحده واحده زي ما انت شايفه كده. انا طلعته كله اهو قدامكم. خلاص بعد كده بقى ايه، هننزل عليه ببصلايه متقطعه رفيع، يعني طرنشات رفيعه، مع طماطمايه برضو ايه طرنشات رفيعه. بعد ما طبعا شلنا الريم زي ما انتم شايفين كده اهو، نزلنا بقى بالبصله والطماطمايه دي. بعد كده هننزل بقى ايه بالتوابل، حبهان ومستكه وقرفه خشب وقرنفل وكبابه صيني وفلفل اسمر ومعلقه سكر، ورق لورا. كل الحاجات دي بقى بتديها ريحه حلوه قوي قوي وجميله، يعني وبتدي طعم حلو قوي قوي في الشوربه. هنغطيها بقى بعد كده، يعني بعد ما خلاص هي كده غليت قدامك غطيناها بقى بالغطا علشان تاخد ايه بقى السوا بتاعها الجميل. وحطيها على نار متوسطه عشان كل ما النار بقت متوسطه اللحمه بتستوي بسرعه. ولما تشرب الميه زوديها بقى بميه برضو ايه مغليه عشان ما ايه ما تجمدش منك تاني. جبنا بقى حله وحطينا فيها معلقه سمنه وزيت علشان نعمل ايه بقى خلطه المحشي اللي هو ورق العنب. يعني حطي لازم معلقه سمنه مع معلقه زيت عشان الاتنين دول ايه بيخلوا الرزايه تبقى مفلفله. نزلنا عليهم ببصلايه كبيره متقطعه صغير، شوحناها بس يا دوبك ما خليناش ايه غيرت ايه لونها، تشويحه بس صغيره. نزلت بقى عليها بايه، بعصير الطماطم ده اللي انا ايه مفرزاه في الفريزر طبعا، وانا قلت لكم الطريقه قبل كده. حطي برضو الكميه اللي على قد المحشي اللي انت هتعمليه بتاع ورق العنب. حطينا بقى عليه ايه برضو معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر بس. دول اللي انا بحطهم ايه مع الخلطه دي مع الصلصه يعني. وهنسيبها بقى ايه تتسبك شويه عشان هنحط بقيه التوابل مع ايه مع الرز والخلطه بتاعته. سيبناها بقى كده حوالي لا يقل يعني عن ربع ساعه لما اتسبكت، عشان هي اصلا صلصه الطماطم كانت متسبكه ومحطوطه في الفريزر. جبت بقى صينيه وحطيت عليه فيها الرز برضو بتاع كميه ورق العنب اللي انا هعمله مغسول ومتصفي، ونزلت عليه بايه بالخضره اللي هو شبت وكزبره وبقدونس وبصلايه بقى كمان مبشوره ناعمه، بتديها بقى دي طعم كمان جميل قوي قوي وبت ايه يعني بتحلي طعم المحشي خطير. نزلت بقى كمان عليهم بالصلصه اللي احنا عملناها مع بعض برضو على كميه الرز اللي انت حطاه. انا بحب لونه بيبقى احمر كده جميل، يعني مش احمر قوي لا، بس بيبقى لونه كده حلو قوي. بتحس بان ايه المحشي يعني شكله جميل كده وطعمه حلو. حطينا بقى عليه برضو معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه 7 بهارات، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه بابريكا مدخنه بتبقى برضو طعمها حلو قوي. ربع معلقه قرفه وشويه نعناع زي ما أنا قلت لكم برضو انا بجففه عندي وبشيله ايه سليم. وساعة ما اجي بقى اعوزه بدعكه في ايديا كده بيطلع الريحة جميلة، يعني بينعم في ايدي كده وبيدي ريحة حلوة. اخر حاجة حطيت ايه بشرة جوز الطيب برضو زي ما احنا متعودين ببشرها
فريش كده على طول قدامك، بتبقى برضو ريحه جميله احسن من البودر اللي انت بتشيليها، بتضيع ريحتها. دي بقى بتدي طعم حلو قوي وريحه جميله جدا. قلبنا الخلطه بقى مع بعض وجبنا ورقه العنب. كل ما ورقه العنب بقت صغيره تديكي ايه الصبع جميل جدا. تحطيها على الناحيه الخشنه قدامك من فوق. حطي حبه الرز افرديهم على ورقه العنب ولفيها كده زي ما انت شفتيني. بتاخدي الطرفين اللي في الجناب وتلفيه وبعدين تاخدي الورقه التانيه. تكون انت بقى ايه مجهزه حله حاطه فيها طرنشات بصل كده في الارضيه، وبترصي بقى ورق العنب زي ما انت شايفاه، زي ما انت حباه. بصي كده بتجيبي الورقتين اللي في الجناب وبتجيبي الورقه ايه اللي هي قدامك دي، بتروحي لفاه كده يعني بتسديها من الجنبين وتلفيه، وبيديك الصبع جميل قوي. بس اهم شيء تفردي حبه الرز من جوه وما تحطيش رز كتير برضو عشان ايه يستوي معاكي. جبنا بقى شويه شوربه من اللحمه اللي احنا سلقناها، ونحط عليهم ايه كوبايه صلصه برضو طماطم اللي هو ايه اللي احنا مفرزينها. يعني دي طماطم ايه مستويه مش نيه، يا دوبك بتغلي غلوتين بس. حطي بقى فيها حبه ملح وفلفل وظبطي ملحك، يعني شوفي بقى الملح اللي انت ايه متعوده عليه. خلاص برضو ايه سخنت كده مش لازم تغلي. بناخدها بقى ايه بنرشها على ورق العنب. ورق العنب بقى احنا حطينا كمان على الوش ايه العيدان بتاعه الورق. دي بقى بتديله طعم جميل ومزازه كده وريحه جميله جدا. يعني العيدان دي كلها بتدي حاجه حلوه قوي، طعم حلو وريحه حلوه. حطي بقى الصلصه مع الشوربه كده اللي احنا عملناها مع بعض. يعني ما تخليهاش بقى ايه فوقيها، لا يا دوبك تبقى يا دوبك مسويه كده الورق العنب عشان ما يعجنش معاكي. غطيه بقى وهدي عليه النار كده زي الشمعه وسيبيه لحد ايه ما يستوي بعد ما يغلي. يلا بينا بقى نعمل ايه اللحمه المفرومه المعصجه. انا جبت طبعا طاسه وحطيت فيها معلقه سمنه، حطيت فيها ورق لورا، قرفه خشب، حبهان، مستكه، قطعه قرنفل. يا دوبك بس يتشوحوا كده في قلب السمنه، يا دوبك عشان يدونا بقى الريحه الجميله دي كده. يعني ما بتشوحيهم كده في السمنه لوحدهم بيدوا ريحه حلوه قوي. بعد كده بقى ايه نزلت عليهم ببصلايه متقطعه صغير علشان البصل ما يبقاش كبير في قلب الجلاش، بيبقى يعني حتت صغيره كده حلوه قوي، ما تبانش معاكي ايه كبيره كده في الاكل. نشوحها بس كده يا دوبك تصفر بس وايه تدبل شويه، لكن مش هنغمقها ولا نخليها ايه يعني تستوي اكتر. نزلنا بقى عليها بايه باللحمه المفرومه. انا كنت جايبه كيلو لحمه مفرومه قسمته على 3 اكياس، فده يعتبر تلت كيلو. وزعيها كده بقى في قلب الطاسه على الحاجات كده اللي هي التوابل والحاجات ديت عشان ايه تبقى ريحتها حلوه قوي. بعد كده هنحط بقى معلقه ملح، معلقه فلفل اسمر، معلقه بهارات اللحمه، معلقه توم باودر، معلقه بابريكا، معلقه بصل باودر، وايه وبعد كده بشرة برضو جوزة الطيب اللي هي ايه الفريش زي ما احنا ايه متعودين مع بعض. هنقلبهم بقى كده كلهم مع بعض زي ما انت شايفاهم كده. يا دوبك بس ايه لون اللحمه يتغير، يعني مش هننشفها عشان اللحمه المفرومه دي كل ما انت بتزيد عليها السوا بتنشف. يعني الميه اللي فيها دي بتنشف وهي ايه بتبقى مفتله كده. لكن يعني يا دوبك بس قلبيها كده مع الخلطه دي، مش هتاخد معاكي ايه دقيقتين 3 تتجانس بس بقى كده مع التوابل ايه وايه وخلاص. يعني تديكي ايه التست اللي انت ايه شايفاه دوت اللون الجميل دوت. هننزل بقى بعد كده عليهم بايه بطماطمايه متقطعه برضو صغير مكعبات صغيره. برضو ايه هنقلبها برضو كده مع اللحمه تدبل ومش قوي، يعني هتدبل مع اللحمه يعني ايه يعني تبقى سنه بس سنه، يعني برضو مش هنخليها ايه تتهري علشان ما تبقاش عامله زي العصير. لا يا دوبك بس تتقلب كده تقلبتين مع اللحمه، ونروح على طول نازلين عليهم بايه بقى بالفلفل الالوان برضو متقطع مكعبات صغيره. هنقلبهم برضو تقلبتين كده مع بعض، يا دوبك يتشوحوا كده كلهم مع بعضهم. والالوان زي ما انت شايفاها بقى كده قدامك الالوان كلها ايه جميله كده وايه ما بهتتش. جبنا بقى صينيه دهناها سمنه كل الجوانب بتاعتها. كنا فاردين بقى لفه الجلاش كده، حاطين عليها برضو ايه فوطه علشان ما تنشفش منك. خدنا ورقتين حطيناهم تحت وايه ودهناها سمنه، وسيبنا الاطراف بتاعتهم الاربعه، يعني الاربع اطراف بتاعت الجلاشه سيبناهم علشان دي ما تطلعلكيش اللحمه بره ايه بره الجلاش. دهناها سمن خفيف كده وحطينا برضو عليها تاني ورقتين. نزلنا بقى بنص اللحمه المعصجه على الورقتين الجلاش اللي تحت دول وفردناهم كده زي ما انت شايفاهم.
وبعد كده حطينا بقى عليهم تاني ورقة جلاش ودهناها سمنة، يعني هنحط ورقتين جلاش تاني هي ودهناهم سمنة، سمنة برضو خفيفة، وسيب الأطراف برضو كده اللي على الجناب برضو سايباها، يعني لحد دلوقتي احنا سايبين الأطراف دي كده كلها بره. وحطينا بقى عليها تاني ورقة اهي، بس ما دهناهاش بقى ليه؟ لأن هننزل بنص الخلط، نص اللحمة المعصجة على الجلاشة دي، وهنفردها بقى برضو، يعني هنفرد برضو كده اللحمة المعصجة اللي هي النص التاني، ونفرده خالص كده. ونحط بقى عليها ورقة بس. خلاص الورقة بقى دي هندهنها سمنة، وهنلم بقى الأطراف بتاعة الجلاش، يعني بعد خلاص ما حطينا الورقة التانية دي كده، هنلم أطراف الجلاش ديت اللي احنا كنا سايبينها، الأربع جوانب اهي لميناها كده تحت كده كلها في سوا الصينية، علشان برضو دي ما تتحرقش لما تخش الفرن، ما تبقاش الأطراف واقفة كده هتتحرق. آخر ورقتين بقى اللي هم على الوش دول لازم يكونوا ورقتين حلوين بقى كده سلام وكويسين، وظبطيهم على قد الصينية، يعني على قد الصينية بتاعتك، ما تبينيش ولا طرف خالص منها خالص. سويها بقى زي ما انتوا شايفينها، وهنقطعها بقى، قطعناها بقى كده زي ما انتوا شايفينها، 3 كده بالطول و4 بالعرض، يعني حاجات حلوة قوي وهتكفي. دهنا بقى كل كده مربع بالسمنة زي ما انت شايفاها برضو. خلصناها بقى كده خالص، نكون احنا بقى مولعين الفرن قبلها ب10 دقايق. حطيناها بقى على الصاجة الأول علشان تدي لون من تحت، وبعد 5 دقايق وهي برضو على الشبكة قصدي، علشان تدي لون من تحت ومن فوق عشان تورق من غير ما احط اللبن لسه، علشان هي لما بتحطش كده في الفرن من غير اللبن بتورق. جبنا بقى اللبن اللي هي كوباية، هي كوباية كبيرة، ونزلي بقى بيها على الجلاش وهي برضو في الفرن، يعني طلعيها بره شويه بس ونزلي عليها بكوبايه اللبن. حركي بقى اللبن شمال ويمين كده، ودخليها الفرن بقى تاني على الشبكه برضو في النص، لحد ما تستوي بقى معاك وتدي اللون الجميل الحلو قوي. قلنا بقى يلا كمان نعمل مع بعض لحمه بالخضار. جبت برضو صينيه، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي، ونزلت عليها بالحبهان والمستكه والورق اللورا والقرفه الخشب والقرنفل. نزلنا برضو عليها بالبصلة متقطعة جوليان، يعني شرايح جوليان برضو طويلة، بس مش تخينة، لا رفيعة، علشان بتبقى داخلة مع اللحمة كده تبقى حلوة قوي. ونزلت عليهم بطماطمتين كبار متقطعين برضو كده جوليان رفيع، يعني كلها دي قطع رفيعة، وبس يعني شرايح رفيعة، مش متقطعة مكعبات صغيرة، لا شرايح. ونزلنا عليهم بقى كمان بالفلفل الألوان، يعني بعد ما نزلنا بقى خلاص بالبصلة والطماطماية، نزلنا بقى بالفلفل الألوان برضو شرايح رفيعة. كل ده نقلبه كله مع بعضه علشان يتجانسوا كلهم كده مع السمنة والتوابل. نزلنا بقى عليهم معلقة ملح، معلقة فلفل أسمر، معلقة توابل لحمة، معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، برضو نقلبهم تقليبة برضو صغيرة. ليه؟ علشان احنا لما نيجي بقى نحط اللحمة مش هنقلب كتير، اما احنا بنقلب الحاجات دي كلها عشان تتجانس مع بعضها، والتوابل كلها تشرب من بعضها مع الخضار. بعد كده خلاص هننزل باللحمة بقى، يعني بعد ما قلبنا بقى الخضار ده كله نزلنا باللحمة. انا خدت بس شوية من الحلة اللي احنا سلقنا فيها اللحمة، يعني عشان اللحمة دي مسلوقة، يعني خدت على قد الكفاية بتاعتنا وقلبتهم بقى كده معاكي قدامك، بس متقلبيش كتير عشان ما تتهريش، عشان زي ما انا قلت لك كده دي لحمة مستوية، يعني واخدة السوى الكامل. قلبنا بس التقليبتين الصغيرين دول، ونزلنا بقى عليهم بشرة جوز الطيب دي بقى عشان تدي كمان ريحة خطيرة برضو للحمة، يعني اي مشويات اي محمرات جميلة قوي 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 اللي هي جوز الطيب. ونزلنا بقى عليهم بمغرفة شوربة، دي بقى تديك الطعم كده حلو جميل قوي جوسي كده، وتطلع في نفس الوقت اللحمة طرية وحلوة والخضار مستوي. غطيناها بقى بورق فويل، ونكون برضو مولعين الفرن قبلها، يعني تكوني ما طفيتهاش يعني بعد الجلاش، وحطيها برضو في الفرن، بس دي هنحطها بقى على الصاجة الأول عشان يعني تشرب من تحت، وبعد كده نحطها على الشبكة لحد ما تحمر كده من فوق وتستوي كده بقى. خلاص كانت كل الحاجات استوت. بصي وديتك بقى، بصي الشكل الجميل واللون الجميل ده والريحة، عايزة اقول لك حكاية، والطعم جميل جدا جدا، حاجة تفتح النفس. دي صينية اللحمة بالخضار،
وده ورق العنب اللي محشي. احنا طبعا شلنا من عليه العيدان، انا قلت لكم العيدان بس عشان كانت تدي مزازه كده وطعم حلو ايه وهو بيستوي. ودي ادي صينيه الجلاش، بصوا بعد ما ادت اللون الخطير دوت وريحه جميله جدا، اكله يعني فاخر من الاخر وحاجه هتعجبك جدا. حطي بقى جنبيها حبه بتاع دوت، حبة مخلل، حبة سلطة طحينة، حبة سلطة خضار، هتبقى حكاية حكاية. بس أنا نسيت أقولك إنك تشيلي بقى ورق اللورة والحبهان والقرنفل والقرفة من اللحمة المعصجة علشان ما تخشش في قلب الحشو بتاع إيه الجلاش. وأكلة جميلة جدا، أكلة يعني هتعجبكم وتفتح نفسكم، وعايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتات. واللي أول مرة يشوف القناة ما ينساش يخش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايبي، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.